الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول أهل التفاسير أن هذه الآيات نزلت في عقبة ابن أبي معيط وكل من هم على شاكلته، وذلك أن عقبة ابن أبي معيط كانت نفسه تحدثه بالإسلام، وكان له صاحب يصده عن ذلك، فسافر هذا الصاحب إلى الشام، فاغتنم عقبة فرصة غيابه فأعلن إسلامه. فلما رجع الصاحب ذهب إلى عقبة في الدار فلم يجده، وأخبرته أم عقبة المشركة بالخبر إن عقبة قد صبع وترك دين الآباء والأجداد. فغضب الصاحب على صاحبه وبحث عنه فوجده، فقال له إن أمك تقول إنك صبئت مع محمد ومن معه. فأخذته العزة بالإثم وأنكر ذلك وقال مجاملا صاحبه ليس بصحيح. فقال الصاحب لا أقبل منك ولا أصدقك حتى تذهب إلى محمد وترسق في وجهه. ففعل الكلب وارتد عن دينه. ويوم بدر قتله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأخيار مرتدا عن دينه. ولما رمي في القليب هو مع من قتل من الكفار من كبرائهم وزعمائهم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القليب وناداهم بأسمائهم يا فلان يا فلان يا فلان. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كيف يسمعونك وهم أموات؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لكلامي منهم، فإن الله رد أرواحهم ليسمعوا هذا الكلام فيكون حسرة وندامة عليهم. فناداهم يا أبا جهل يا عقبة يا عتبة يا فلان ويا فلان إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فيا حسرة هؤلاء وحسرة كل من سار على طريق الضلالة والغواية، ويا حسرة كل من اختار صحبة الأشرار على صحبة الأخيار. وربي الذي لا إله إلا هو سيبكون بدل الدموع دما، وسيعضون على الأنامل ندما، وستنقلب محبتهم إلى عداوة وبغضاء. قال الله عنهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم، الأشرار يوم القيامة أعداء جزاء كفرهم ومعاصيهم، والمتقون يوم القيامة أخلاء جزاء إيمانهم وصبرهم. لقد دعاهم أصحاب المعاصي، دعوا الأخيار إلى المعاصي والمنكرات، ولكنهم لم يطيعوهم وتجنبوهم مخافة ربهم وربطوا أنفسهم مع الأخيار. فاسمع بعضا من جزائهم وخبرهم في جنات ربهم. قال الله بعد أن أخبر بجزاء المشركين ثم أخبر بجزاء الصادقين، فقال تعالى إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. هذا هو النعيم، جزاء صبرهم مع بعضهم البعض وتعاونهم على البر والتقوى. ثم اسمع حديثهم وسؤالهم وهم في جناتهم، اسمع حديثهم وسؤالهم عن أولئك الذين كانوا
يدعونهم للمعاصي والفجور. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين